امك يلا. يا نهار اسود، هو ايه اللي اتقال ده؟ انت مش واخد بالك ان في كاميرا ولا ايه؟ فيلم فتح عليه من زمان فيديو مريب جدا. طلع اللي وراه. طبعا انا هنا استغربت جدا، اصل ازاي تكلم ابوها كده؟ بس اكتشفت حاجه غريبه قوي. دي بنتي وتعبانه وبنتي عندها حاله عصبيه. حضرتك بتقولي طبعا انت ابوها يا عم، انا ما اتكلمتش، انا بسال ابوها ولا لا. بس الصراحه يعني معلمي عمرها ما فضحت ابوها. فكك من اللي انت شاربه. طريق سلام انت. اكيد بتهزر. طب ما هي ممكن تكون قصدها ان هو شارب عصير مثلا. بيروح يجيب له ازازه بيره من الميدان وبيجي. طب هو يعني معلش يا سوزي، هتعملي ايه في الاشاعات اللي طلعت عليكم دي؟ انا قاعده كدابه يا مرشفه، ما تستحمليش العفينه يا جربان. بس ما ينفعش كده يا حاج برضه، فين الوقار؟ ده انت ناقص تلبس اوفر سايز وتدرج بقى. وده ابويا. ايه رايكم في التيشيرت؟ ايه رايكم في الحلقه؟ لسه مدرج. يا ريتني ما سالت. طب يا سوزي، انا سمعت ما قلتيش كلام كده ان انت مرتبطه، الكلام ده حقيقي؟ متعوده ان انا انام وهو معايا في المكالمه. يا سلام. انا الصراحه ما بقتش عارف اعلق على ايه ولا ايه. طب يعني يا سوزي هتعملي ايه لو هو كلم صحابك البنات؟ بيكلم صحابي، انا بخليه يكلم، يختبر لي صحابي، لو صاحبتي حبيته يبقى صاحبتي خاينه. اعوذ بالله. طب بص، يعني هو بعيد عن انت عاملين فك تيست، بس انت يعني متاكده ان هو بيحبك ولا بتضحكي على نفسك؟ بلاش نكذب على نفسنا لما يبقى في شخص معانا واحنا نقول بيحبنا. ايوه كده ابتدينا نفوق اهو. بس يعني يا سوزي، اوعي لما يخش حياتك تاني توافقي بسهوله. الشخص اللي طلع من حياتي بلاك ليست ما يخشهاش. انا بثق فيه. البنت سوزي ده معلمي، مع ان عليها ملاحظات ياما، بس ابتدت تفوق وتفهم الدنيا ايه. بقول لك هو ما فيش امل ان انا واللي كان خاطبي ممكن نرجع. لا مش اسلوب ابدا. هو انا ليه ما بلحقش اكمل الجمله؟ بس يعني معلمي عادي، دي لحظه ضعف ومش هتتكرر. اجمل يوم في حياتي اقسم بالله. يعني انا خايف اسال، بس هو ليه يا سوزي ده اجمل يوم في حياتك صحيح؟ عشان انا اول كده ما حوشت فلوس رحت جبت لطارق هديه. ايه ده المجتمع ده؟ الكرامه فوق. طب يعني يا سوزي صحيح، هو انت بتشتغلي ايه او بتجيب فلوسك منين؟ ببيع قلوب. الله وببيع بامبر، ببيع بيض. ما ينفعش اللي بيحصل ده. يا ريتني ما سالت بجد. طب يعني يا حاج ايمن يا ابوها، عاجبك الهزار اللي هي بتهزره ده؟ مهما كان، حتى لو هي عملت في الدنيا كلها انا هولع في نفسي. بس يعني معلمي سوزي احسن من غيرها كتير، على الاقل مش بتطلع تفضح حالتها على اللايف وكده. استنى خالد عشان امي وابويا بيتطلقوا. هو عادي كده. بس يعني برضه معلمي سوزي دي عمرها ما طلعت شتمت حد من المتابعين بتوعها. شفت الكومنت يا بنت الكلب؟ هو وصل للدرجات دي؟ امك يلا اللي على البحر. لا كده بقى الكلام كده رايح في داهيه بقى. لا بجد بقى يا سوزي، هو انت تمام ولا في حاجه؟ عشان انا ابتديت اقلق. انا واحده مريضه نفسيا، ما عنديش عتاب زي المعاق، زي العبيط، زي المجنون. الكذب اللي انتم فيه ده. لا كده بقى اكيد في حاجه غلط. اصل البنت معلمه ما تقولش كده غير لما يكون في حاجه خانقاها. يعني انت في حاجه خانقاكي دلوقتي في مشكله خانقاني جدا جدا. انت طلعت طفل عندك احاسيس ومشاعر اهو. توقعت ايه بقى المشكله صحيح؟ ان انا تليفوني ما فيش اي مساحه فيه. بعيدا عن اللي فات ده، بس سوزي عمرها يعني ما طلبت دعم وشغل ابعتوا لي اسد بقى والجو ده. دلوقتي يا جماعه مش هاكل غير لما يتبعت لي اسد يجري كده. يا بنت الكلب وليته البلد. لا يا سوزي، ايه الجو ده؟ هنخيب ولا ايه؟ انا بصراحه مضطر اقول لمامتك على الموضوع ده. حبيبي صح الشغل. ايه الهم اللي هناك يا لهوي؟ ده هي موافقه اصلا عادي. طب يا سوزي بقول لك ايه، ما تفكك من الكلام ده وتركزي في مستقبلك. بما انك ثانويه عامه وكده، انت مش بتحلمي بحاجه معينه؟ حلمي ابقى مدرسه علوم، ادرس اطفال. طيب يا سيدي شكرا كفايه. لا كله الا النشأة سوزي. بس يا معلم يعني برضه سوزي دي فيها حته كده بنوته رقيقه شويه وكيوت يعني. انا تحت كوبري المطريه بشرب شرب الكوارع، بسلك زوري. يا نهار اسود، احنا بعاد قوي. ما تتكرعي في وشنا بالمره. بس يا معلم يعني برضه احنا مش عايزين نظلمها، يمكن هي بتحب الاكل ده، وانت عارف يعني الاكل ده اذواق. انا قصدي يعني انها مش بتعمل حركات مقرفه في الاكل. انا اعرف واحد زفر بينف ويتف في الاكل، يعني حاجه مقرفه جدا. ولو زعلتوني استحملوني اهو. فسي هجيبكم كده. في المواقف اللي زي دي احب اسمع سامو زين جدا. هي وصلت للدرجه دي خلاص؟ لا هو طالما وصلنا لكده انا مضطر انهي الحلقه دي. ومعلم ممكن تكون سوزي في الحقيقه انسانه كويسه، بس انا هنا معلم منتقد محتواها. وده معلم في الاول في الاخر برنامج كوميدي اجتماعي ساخن. وما ينساش يا معلم تقول لي عاوز الحلقه الجايه عن مين، وما ينساش يا معلم تقول لي رايك في الكومنتات. يلا سلام.